السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما في صحة وعافية وفي صحة، ودايما متجمعين مع احبابكم وعيالكم واصحابكم واهاليكم وكل اللي ليكم يا رب العالمين. إيه طبعا انتوا مع مطبخ على قد ما اقسم مع امل حبايبي. انا اشتقت لكم كتير كتير والله، وبحبكم في الله. ويا رب انا بعمل النهارده حاجة بسيطة جدا كده. بعمل بطاطا مشوية. اول حاجة هنجيب بطاطا كبيرة ونقطع فيها شرايح كده. نحاول نقطعها شرايح لو كانت البطاطا كبيرة، وهي مستحسن ان هي تكون كبيرة عشان هتقعد في الفرن شوية. اهو زي ما انتوا شايفين انا بعمل فيها تشريحات كده، تخرميها تشرحيها زي ما انتوا شايفين. ببدأ امسكها الاول، غسلتها كويس جدا لانها بتبقى مليانة طينة او تراب او كده، فبغسلها كويس جدا جدا. وبعد ما كده هو بمسكها اشيل لو فيها اي زوايد زي شعرايه بتاع الحاجات اللي هي ايه انتوا عارفينها، وبغسلها كويس قوي. وباجي مثلا بالسكينة او بمقوار او اي حاجه، بقعد ايه اعمل لها الكحت اللي انا بعمله في الجيفه. وبعد كده بمسك سكينه تانية وبقعد اشرح فيها. بعد ما شرحتها بكيس الكيس الحراري. هنعملها النهارده في الكيس الحراري. جبت الكميه كلها اهو زي ما انتوا شايفين، وهقطع كل واحده كبيره على اتنين علشان ايه ما تاخدش حيز، وفي نفس الوقت ان هي اضمن ان هي استوت كويس جدا. اهو زي ما انتوا شايفين اهوت، بنزل واحده واحده اهو. جبت كمية من السكر دي راجعه لكم انتوا، على قد انتوا ما بتحبوا كم الحاجة مسكرة او لا. يعني حوالي 3 معالق بتجيبيها وبتوزعيها على الكمية كلها. اقطع في البطاطاية كبيرة اهو زي ما انتوا شايفين واحطها. ليه؟ علشان السكر يتغلغل في كل حتة من البطاطا. تمام كده. تمام اهو زي ما انتوا شايفين بقطع غيرها وغيرها لحد ايه ما اخلص الكمية كلها زي ما انتوا اهوت. قطعتها وارش كمية من السكر تاني. افضل كده اهوت اقطع وارش كمية من السكر، ايه على حد ما ايه ما تخلص الكمية كلها كده. تضمني ان شاء الله البطاطا هتبقى مسكرة حتى لو هي عدبة يعني، فهتضمني ان هي ان شاء الله هتبقى طعمها خطير جدا. اهو زي ما انتوا شايفين اهو. نقفل دلوقتي الكيس الحراري كويس قوي، وبعد كده هنمسكه نقلبه اهوت. اه تقفليه كويس جدا عشان البخار ما يتسربش، وتجيبي الكيس يعني تقصي الزيادة ده عشان ما يتحرقش في الفرن. نمسك بقى الكيس كده ونحاول نقلب فيه بالراحة علشان ما يتقطعش مننا زي ما انتوا شايفين اهوت. افضل احرك فيه يمين وشمال علشان ما يتقطعش. وبعد كده هوت بجيب كوباية مية واحطها في الصينية اللي انا حطها فيها عشان تزود من عملية التبخير اهوت. بعد كده انا حطيته في الفرن، قعد حوالي نص ساعة او ساعة الا ربع يعني. وبعد كده هو خلي بالكم وانتوا بتفتحوا الكيس، لان انتوا زي ما انتوا شايفين سخن جدا ومعبي بخار. فانا بحاول على قد ما اقدر بالراحة كده، بصوا يعني بحاول، لان طبعا ربنا يعافينا ويعافيكم ان شاء الله من الحروق يعني بتاعت البخار والحاجات دي. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو بفتحه بالراحة خالص عشان يفضي البخار اللي فيه. شايفين البخار؟ شايفين؟ صعب قوي. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ان شاء الله. بحاول افتحه بالراحة عشان يهدى كده شوية ويطلع كم البخار اللي فيه. بصي ما قدرتش امسكها. هنجيب انا سبت يستهدى شوية، وحاجة انقلها في طبق تاني اهو. بصوا ما شاء الله خطيرة، تحفة تحفة والله، وطعمها زي المشوية بالظبط. بس دي بقى لا عملت ريحة في الفرن، ولا ريحة في الشقة، ولا اي حاجة خالص. يعني دي الفايدة بتاعتها. وكمان المية اللي بتنزل منها هي بتشربها، فما بيتبقاش منها سوائل الا حاجات بسيطة جدا. بصوا انا نقلتها كده في طبق اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا لسه بتطلع والله البخار بتاعها.
قد ايه والله جميلة ومغذية جدا جدا جدا. هتبقوا وحاجة لذيذة كده وولادكم هيحبوها. اذا عجبكم الفيديو اوعوا تحرموني من اللايك والشير يا احلى احباب في الدنيا كلها. مع مطبخ على قد ما اقسم مع امل. بصوا حبايبي اهو انا بحطها اهو زي ما انتوا شايفين، دايبة دايبة من كتر الجمال يعني عارفين، وطعمة جدا جدا جدا. اهو زي ما انتوا شايفين كده بفضل احطها واحدة واحدة. دي مدفية جدا في الشتاء، ده السيرم اللي طلع من البطاطا. بص انا هوريهولكوا دلوقتي اهوت. زي ما انتوا شايفين بالظبط انا باخد السيرم ده وبحطه على البطاطا من فوق. الولاد هيعجبهم جدا جدا جدا. اهو شايفين اهو ده، اهو ده اللي طلع منها. تجيبيه كده بقى بمعلقة وتمشيه على البطاطا اهوت اهوت زي ما انتوا شايفين كده بالظبط اهو اهو. هيبقى رائع والله وخطير وجميل. اذا عجبكم الفيديو ما تحرمونيش من اللايك والشير يا احلى احباب في الدنيا. بحبكم في الله. يا ريت تتابعوني عشان يوصلكم كل جديد، وتضغطوا على الجرس وتعملوا عليه علامة الكل عشان يوصلكم كل جديد يا احلى حبايب في الدنيا. حبايب مطبخ على قد ما اقسم مع امل. مع السلامة.